كانت الدنيا جميلة كتبت سنة 2000 ونشرت في جريدة الأهالي في 3/5 سنة 2000. كانت الدنيا جميلة حينما كنا شبابا واعدا نطلب العلم ونزهو بالرجولة ونرى في مصر صرحا شامخا للمعالي والمروءات الأصيلة وسجلا لتراث خالد وجمالا لا ترى العين مثيله ورياضا زاهرات بالمنى تحتوينا في مغانيها الظليلة. كان طعم العيش في أفواهنا سلسبيلا. كانت الدنيا جميلة حين كانت مصر شعبا صاعدا ينشد المجد ويهفو للبطولة ويريد العيش حرا صامدا في كفاف وعفاف وفضيلة. لم يكن يفتننا المال ولم نك أسرى بالحسابات الذليلة. لم نكن نحتاج في العيش سوى بقروش أو بنيهات قليلة. لم نكن نستبدل الأوطان والأهل بأوهام الثراء المستحيلة. لم نكن نسعى إلى الدرهم والدينار والدولار في أرض دخيلة، بل ظللنا ننحت الصخرة ونروي الأرض أحلاما وأشواقا نبيلة. لا نبالي بالذي نلقى ولا نبحث في الآفاق عن أرض بديلة. ثم غاصت مصر في أحزانها وتهاوت تحت أحمال ثقيلة حين غاب الحب من أيامنا واستحال الحلم أشباحا هزيلة. وافتقدنا كل ما نعرفه وغرقنا في المفاهيم الدخيلة. زلزلتنا موجة عاتية جرفتنا للمتاهات الوبيلة ورياح عاصفات زعزعت ما بنينا عبر أجيال طويلة. سلبتنا كل ما يملكه شعبنا حتى مسرات الطفولة. ورياح عاصفات زعزعت ما بنينا عبر أجيال طويلة. سلبتنا كل ما يملكه شعبنا حتى مسرات الطفولة. أخذتنا صيحة مشؤومة وصحونا فإذا الدنيا عليلة وإذا الأرواح يغشاها الأسى وإذا الأبدان مسجاة كليلة. يا رياح الشر ينجينا الذي قد وقى مصر بألطاف جليلة وحماها بسياد حافظ وحباها بعطاياه الجزيلة. فهو القادر أن يلهمنا آية الرشد ويهدينا سبيله، وهو القادر أن يبعثنا بعد أن عزت إلى البعث الوسيلة.